وبيكون خلاص هيقتل نيتيري، لكن جيك بيوصل ويلحقها وبيكون هيكسب الكولونيل، لكن الكولونيل بيقلب الكفة تاني وبيكون هيقتل جيك، لكن نيتيري بتضربه بسهم من بعيد. الكولونيل بيبقى متفاجئ، بعدين بترزعه بسهم تاني تقضي عليه، لكن بيكون الكولونيل خلاص سبب أضرار كافية للمكان اللي فيه جيك، وجيك ما بيقدرش يتنفس وبيقع من المكان اللي هو فيه، وحتى ما بيبقاش عارف يطول الماسك. ولكن نيتيري بتخش بسرعة وتديله الماسك، وهو اللي بيخليه يبدأ يتنفس من تاني. وبعد فوز السكان الأصليين على الجيش، جيك بيطلب من السكان الأصليين إن هم ينقلوا وعي جسمه الأصلي لجسم الأفاتار، وإن هو عايز يعيش على كوكب بندورة للأبد. وفعلا بيعملوا كده، وجيك بيصحى في جسم الأفاتار بتاعه، وبيخلص الفيلم على إن جيك بقى من السكان الأصليين.